محمد سامي بيسرق مسلسلاته من أخته المتوفية. محمد سامي مش هو اللي بيكتب مسلسلاته، انكشف السر أخيراً. في أحد الحوارات التلفزيونية اتكلم محمد سامي عن أخته اللي ماتت وهو صغير بحزن شديد، وقال: أنا فقدت أختي لما كنت صغير وهي كانت أكبر مني ب2 ماتت بسرطان وكانت صدمة عمري. تخيل إنها خفت وتعالجت وفرحنا بيها واحتفلنا كلنا، وفجأة المرض رجع لها وخدها مننا في مكان غريب جدا وبطريقة أغرب. قال إنها ما كانتش مجرد أخت، دي كانت كل حاجة، كانت موهوبة وشاعرة وبتكتب. هو حب الكتابة بسببها، وكانت بتقرأ لدرجة مستفزة، مخها كان عبارة عن مكتبة متحركة. والغريب بقى في كلامه إن كل ما المذيعة تحاول تاخده بعيد لحاجة تانية بيرجع يتكلم تاني عن نجاحها. لو كانت أخته دي لسه عايشة فتلاقيه بيقول لها: أنا كنت متأكد إن النجاح هيبقى أقوى بكتير. في الوقت ده قال سامي: لو كانت أختي دي لسه عايشة هي هتكتب وأنا هخرج، كنا هنعمل دويتو عالمي. وكان كل اللي يهمه قد إيه أخته دي كانت هتساعد في نجاحه أكتر وأكتر. ناس كتير علقت على الموضوع ده وقالوا شكلها كده هي اللي كاتبة المسلسلات والأعمال اللي نسب كتابتها لنفسه. معقول يكون ده حصل وتكون الأعمال دي من تأليف أخته فعلا وهو سرقها ونسبها لنفسه بعد ما ماتت؟ من أول مع سبق الإصرار وآدم والبرنس ونسل الأغراب جعفر العمدة نعمة الأفوكاتو وآخرهم إيش. كمان كتب أفلام زي جواب اعتقال وتصبح على خير ورجاتا وأهواك. لكن كلام محمد سامي نفسه عن الموضوع كان مفاجأة. تعالوا بينا نعمل لايك ونفعل جرس الإشعارات عشان يوصل لنا كل الحلقات الجديدة، وبعدين أقول لك بقى سامي قال إيه بالنسبة لموضوع تأليف أعماله ده. شوف يا سيدي، لما سألوا محمد سامي: أنت ليه بتحب تكتب أعمالك بنفسك؟ قال لهم: ده شيء حلو جدا إني أكتب وأخرج، بيبقى الموضوع أريح بالنسبة ليا. كتير من المؤلفين بيرفضوا أي تعديل على النص بتاعهم أو الرواية بتاعتهم ويقول لك: لا عادي، دي روايتي وشغلي ومش هغير. وقليل قوي منهم اللي بيوافق وبيبقى مرن ويديني مساحتي كمخرج علشان أبدع معاه. وفي ناس تانية بقى أبقى أنا كاتب الرواية والحوار والسيناريو وجايب الفكرة وهو معترض. كمان في نوعية بنجيب لها الفكرة ونشقع الحوار والقصة ونطور مع بعض لحد ما نوصل لأفضل حاجة، ويجي هو بقى يتكسف يقول إن المخرج هو اللي معدله على اللي كاتبه. تخيلي بقى، ده بيعطلني. فليه أنا أمسك ورقة وقلم وأكتب؟ أنا مش هضيع وقت ومش هلاقي حد يعارضني على الفاضي أو يعطلني. وهو ده اللي عملته ونجحت أكتر. أنا طورت أكتر في الكتابة من خلال الفيلم اللي جاي بتاع وحيد حامد. أول ما جالي الفيلم مكتوب عليه كلمة وحيد حامد قعدت أعيط وفضلت أنا ومي نرقص بالمخدات. خلاص أنا هعمل فيلم الوحيد حامد. وكلمت والدتي قلت لها من فرحتي، ورحت قابلته، وأول نص ساعة هو قاعد ما بيتكلمش، قاعد بيقرالي السيناريو. هو كان راجل مش عادي خالص، كان شخص رائع وأكتر ذكاء وإبداع بجد مش هزار. نرجع بقى لموضوع أخته ووفاتها الغريبة. بيقول سامي: أهلي حاولوا يعالجوها في ألمانيا وبعدها في فرنسا وبعدها سافروا أمريكا، وهناك دكتور يهودي قال لأبويا علاجها محتاج مبلغ ضخم. وبعد ما أبويا وافق وقال له جاهز بأي مبلغ بس هي تخف، الدكتور اختفى. ولما لقاها أبويا قال له: أنا قلت كده بس عشان ما تصدقش وتمشي، الحقيقة إن ما كانش فيه علاج. رجعوا مصر وجربوا كل حاجة لحد ما سافروا مرسى مطروح عشان علاج تقليدي ببول الإبل، بس للأسف ما قدرتش تتحمله وتوفت هناك. وشفتها راجعة مع أهلي بالعربية وكان أصعب مشهد في حياتي. الغريب إنها ما كانتش خايفة، كانت شايفة الموت قرب من ربنا، وكانت مؤمنة ومتصالحة مع الفكرة بطريقة تخلي الواحد يستغرب. أنا بقى لا، ما عنديش القوة دي أبدا، خصوصا لما يتعلق الموضوع بأهلي أو ولادي. لو بنت من بناتي تعبت ممكن أقعد جنبها أعيط. أنا بخاف من الموت جدا ومن المرض، بترعب منهم، وبحب الحياة ومش عايزة أموت. بس لما يجي الموضوع للشغل ممكن تشوفني قوي، بس الحقيقة احنا كلنا ضعاف قدام الحاجات اللي بتمس قلبنا. دي نهاية حلقتنا النهاردة، وأتمنى تكون عجبتكم، واستنوني مع حكايات كتير من حكايات المشاهير. سلام.